ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن التنمر، والحلقه دي مرتبطه بشكل كبير قوي بالحلقات اللي فاتت، فلو ما شفتوهاش بنصحكم تشوفوها. دلوقتي في حياتنا اليوميه التنمر بقى منتشر بشكل كبير جدا، مش للفئات الصغيره، مش للاطفال بس، للفئات العمريه كلها، وخصوصا منتشر جدا في المدارس. التنمر بيتقسم لانواع كتير، في تنمر لفظي وفي تنمر جسدي اللي هو بيوصل لمرحله ان ممكن طفل يمد ايده على زميله. والتنمر ده صدقوني ليه اضرار ومشاكل كبيره جدا، بتوصل الطفل ان هو ممكن يأذي نفسه وبتأثر على نفسيته دايما بالسلب. طيب هنا نعمل ايه؟ دور الرياضه هنا بقى بتيجي ان هي زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت ان الرياضه بتقدم دعم دايما للطفل، بتخليه دايما واثق في نفسه، بتخليه قادر يحل اي نزاع بشكل سلمي، بتخليه دايما طول ما هو ماشي قادر يدافع عن نفسه، بتخليه دايما وسط جماعات فبيبقى حاسس بالانتماء، بتخليه دايما الناس اللي حواليه بتحبه علشان هو بيكون شاطر جدا دراسيا وبيكون شاطر في اللعبه اللي هو بيلعبها. فعايز تشوف طفلك دايما احسن، لعب رياضه بانتظام. سلام.